واضح صريح جدا، كتاب مفتوح واخداني حكاياته حبيب الروح. عشان واضح صريح جدا، كتاب مفتوح واخداني حكاياته حبيب الروح. وانا فرحانة من قلبي يا نور عمري يا احلامي يا سيد قلبي حبيب قلبي يا سيد قلبي حبيب قلبي. واكتر من الكلام بكتير بكتير بكتير. عشان أحلم ولا شايفة أحبس بقلبي على راحته بيسلم وأنا وياه بيلمسني الأمان أصحى عشان أحلم وأنا شايفة يا مالك كل شي فيا تساعدني الاقي هواك وانا على شوق غريب عني مدوبني بتوعدني وبستناك وانا على شوق بحس بحاجه جايالي هتساعدني الاقي هواك وانا على شوق الاقي بكره بيغني وباقي عمري بتهني يا بالي بكره بيغني عمري متهني حياتي فرحها انت ما شفتش فيها الا انت حياتي فرحها انت ما شفتش فيها الا انت
هات عينك تسرح في دنيتهم عينيا، هات ايديك ترتاح في لمستهم ايديا. هات عينك تسرح في دنيتهم عينيا، هات ايديك ترتاح في لمستهم ايديا ايديا ايديا. هات عينك تسرح في دنيتهم عينيا، هات ايديك ترتاح في لمستهم ايديا. يا حبيبي تعالى، يا حبيبي تعالى، هات عينك تسرح في دنيتهم عينيا، هات ايديك ترتاح في لمستهم ايديا ايديا ايديا. هات عينك تسرح في دنيتهم عينيا يا عينيا، هات ايديك ترتاح في لمستهم ايديا. يا حبيبي تعالى اسمع، هات عينك تسرح في دنيتهم عينيا، هات ايديك ترتاح في لمستهم ايديا. هات عينك تسرح في دنيتهم عينيا، هات ايديك ترتاح. اسمع كمان، هات عينك يا حبيبي تعالى، يا حبيبي تعالى، يا حبيبي تعالى، يا حبيبي تعالى. وكفاية اللي فاتنا، أيوة يا حبيبي، يا حبيبي، يا حبيبي تعالى. وكفاية اللي فاتنا، هو فاتنا يا حبيبي.
انتوا اللي عظمه، انتوا. انا سعيده بيكم جدا على فكره. بعد هذا الفاصل الجميل من السلطنة هنلتقي في فقرة إعلانية طويلة أو قصيرة معرفش، لكن هيبقى في فقرة إعلانية وهنعود مرة أخرى مع الفنانة المبدعة ليلى غفران في سواري. مرة تاني بنلتقي معاكم في سواري. أرجو أن انتم تكونوا مستمتعين بفقرات الليلة دي. نجمتنا الليلة دي اللي معايا أو المطربة اللي معايا الليلة دي بتحاول تضحكني، لكن أنا هركز قوي وأرجوكم ركزوا معايا إن احنا نرحب مرة تانية بالفنانة ليلى غفران. كيف تجرؤي وتستجرئي وكل الحاجات الأفعال اللي فيها الجرأة ان انت تغني لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ؟ واه ازاي يعني؟ جرأة زي ما بالانجليزي هاو دير يو. ازاي؟ ازاي؟ عادي، بحس بعشق ام كلثوم، بعشق الفن القديم، طرب، خصوصا انا اساسا وانا صغيره تربيت على اغاني ام كلثوم، عشقتها، حسيت انها مدرستي بالرغم من دخولي معهد الكونسرفاتوار، الا اني كنت دايما بقول ان هي مدرستي الحقيقيه. عندي ملحوظه صغيره بس، انا يعني بعجب جدا باهل المغرب لما بيقولوا القاف عشقتها، يعني عشقتها بتبقى جميله جدا. قولي لي يا ليلى، بعد كام سنه كده كمطربه معروفه في العالم العربي، هل وظيفه المطربه دي وظيفه لطيفه، حاجه لقيتيها كويسه؟ يعني عايزين نعرف الوظيفه دي حاجه كويسه؟ لا وظيفه يعني اداء دور المطربه او لا، انا مش بسميها وظيفه او بسميها عمل او بسميها اي شيء اكتر من انه في نظري المطربه او الفنان هو ارقى شيء في الوجود. طبعا، لان ممكن اي انسان يكون اي حاجه الا انه ارقى من المذيع. طبعا. ممكن فعلا الانسان ممكن يكون اي شيء، ممكن يكون مخترع، ممكن يكون ده بس في مطربين كتير دلوقتي ممكن اي حد يبقى مطرب. ماليش دعوه بقى. لا انا معلش، ده عايز تجرني يعني انا بكره ممكن ابقى مطرب، اروح واي نوت اوه يا طبعا بكره ممكن ابقى مطرب، اروح اعمل شريط وكل حاجه عادي. في ناس كتير كده، في ناس كتير كده، بس انا بالنسبه لي المطرب الحقيقي، المطرب الاصيل هو ارقى انسان في الوجود. لان دي في نظري موهبه. انا بسالك على وظيفه المطربه شاقه ومش شاقه ليه؟ لان انا عرفت ان انت بتعملي الالبوم بتاعك اللي هو بيسموه بقى الشريط الايام دي، بقالك سنه ونص بتعملي البوم. انت عارفه دي مده الولاده في الفيل الصغير، يعني الفيل الصغير الفيل الصغير بياخد سنه ونص عشان يعني عشان فتره حمل وكده. سنه ونص تعملي شريط ليه؟ الناس بتعمل شرايط في شهر 2 3. عشان اختار اغاني البومي الجديد. يمكن قعدت فترة طويلة مع الملحنين أدور على أحسن ألحان أو شيء على الأقل اللي يرضيني. وفي نظري إذا حسيت الأغاني دي أكيد طبعا هغنيها بحب وبأحاسيس وبمشاعر، فبالتالي هتوصل الجمهور. فده خد مني وقت. أولا إزاي أدور على كلمة، من الكلمة ببتدي دايما. الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. بالظبط. أيوة. عيسى ما كان سوى كلمة علمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. في البدء كانت الكلمة زي ما كان بيقول. طبعا مظبوط. وبعدين الكلمة بتتحول للحن. لحن نقول ممكن احنا نغير او اللحن ممكن يتلحن مرة واثنين وثلاثة لغاية ما نوصل للشيء اللي ممكن يرضيني او يرضي الجمهور. انما الكلام لا، الكلام عشان تلاقي موضوع بقى في الوقت الحالي كمان صعب. ماليش علاقة بناس يمكن بيعملوا ألبوم في خلال، ممكن أدخل أعمل ألبوم في خلال شهر. عادي جدا يعني. سألتك برضو من الحاجات الغريبة اللي اكتشفتها ان انت مش عايزة تسمي الألبوم هيبقى ما يتسميش،
ما يتسمى وليه يتسمى؟ انت مستغربه جدا ليه تسمي يعني؟ ليه الناس دايما بتسمي الالبوم مثلا راجع، رايح، جاي، ماشي. انا سميت اغاني البوماتي كتير، سميت مش ندمانه، انا اسفه، اسالوا الظروف، لو حتى سوري يعني العالم أنا آسفة، عملتي حاجه كده بالظبط اسمه انا اسف. انما في الشريط ده لقيت ان انا الله، انا عندي 10 اغنيات في الشريط، فازاي احمل الشريط على غنوه واحده تبقى هي اساس، ان هم كلهم اولادك زي وهم كلهم حلوين او كلهم في نظري اسامي. فلا ما يتسماش هنسميه الشريط اللي ما يتسماش. طب ارجوكم يا جماعه معايا هننتظر الشريط اللي ما يتسماش بتاع لا لا حرام عليك كده، ما يتسماش، انت كده دمرته يعني بقى قتيل. لا هنقول انه شريط ليلى غفران جديد، هيبقى اسمه ليلى غفران. ليلى غفران جديد. وطبعا لن ينتهي لقائنا مع الفنانه ليلى غفران، هنرجع تاني ونسمعها يعني نعيش في السلطنه اللي احنا كنا فيها، سلطنه ليلى غفران. ارجوكم ساعدوني على ان انا اشكرها مره تانيه. متشكره جدا.
شفايفه قالوا شفايفه نيات بتقول بالهيدا وسهرت استنى والنجم معايا دوبني وقلوبهم في عيون نسايا سهرت استنى والنجم معايا دوبني وقلوبهم في عيون نسايا ليه ليه يا قلبي ليه خدوني ليه يا قلبي ليه خدوني ليه توهوني غربوني غربوني العيون السود وتاني قالوا الصبر بحور بعيدة